عليكم ورحمة الله أصدقائي الأعزاء. اقترب نادي الزمالك من حسم أولى صفقاته الصيفية بضم التنزاني كليمنت مزيزي مهاجم فريق يانج أفريكانز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى نادي الزمالك لتعزيز خط هجومه خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج. مصدر في نادي الزمالك في تصريحات خاصة قال لنا إن لجنة التخطيط بالنادي بتتمسك بضم كليمنت مزيزي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني خلال الميركاتو الصيفي، وكلمة السر في الصفقة هو أحمد حسام ميدو. العالمي بيراهن على مزيزي ويرى أنه سيكون مستقبل الفريق نظرا للموهبة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها. الزمالك رفع عرضه لضم اللاعب إلى 750 ألف دولار مع بنود إضافية في العقد لإقناع النادي التنزاني بإتمام الصفقة اللي ما زال هناك خلاف فيها ما بين الناديين على نسبة إعادة البيع. النادي التنزاني بيرغب في الحصول على 25%، بينما نادي الزمالك بيرغب في وضع 15% فقط لصالح النادي التنزاني. وكان مسؤولي نادي يانج أفريكانز قالوا في اعتراف رسمي أن الزمالك بالفعل قدم عرض للحصول على كليمنت مزيزي. علي كوامي المتحدث الرسمي للنادي التنزاني قال: تلقينا عرضا رسميا من نادي الزمالك في خطاب تم إرساله إلى النادي للتعاقد مع الدبابة التنزانية، وقال إن في اجتماع لمجلس إدارة النادي خلال أيام لمناقشة العرض الزملكاوي وحسم الأمور النهائية سواء باستمرار اللاعب أو بيعه هذا الصيف. القرار النهائي للنادي التنزاني هيكون مبني على احتياجات الفريق وخططه للموسم القادم، واللي قد تؤثر على الموقف من بيع اللاعب أو الإبقاء عليه. ويعتبر كليمنت مزيزي من أبرز اللاعبين في فريق يانج أفريكانز التنزاني، حيث بيعتمد عليه الفريق بشكل رئيسي في شن الهجمات وتسجيل الأهداف، كما بيعتبر دوره محوري في تحقيق الإنجازات المحلية والقارية للفريق. ولهذا فإن قرار بيع اللاعب أو استمراره هيكون له تأثير كبير جدا على مردود النادي في المرحلة المقبلة، وخاصة ان اللاعب بيحظى باهتمام كبير من اكثر من نادي في افريقيا. يعني بجانب الزمالك بيتنافس الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي على الدبابة التنزانية. الزمالك بيواجه منافسة شرسة من الفريقين لضم اللاعب، وبكل تأكيد النادي التنزاني سيعطي الضوء لرحيل لاعبه للنادي اللي هيقدم أعلى سعر. الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورات جديدة بشأن مصير اللاعب. اللاعب بيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هداف الدوري برصيد 13 هدف بفارق هدفين عن المتصدر، كما أحرز 4 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عام نال إعجاب الجميع داخل القلعة البيضاء، طبعا زي ما قلنا بتوصية من عضو لجنة التخطيط الكابتن أحمد حسام ميدو. دبابة تنزانيا قدم أداء أكتر من رائع مع الفريق محليا وقاريا، وأظهر العديد من القدرات الفنية والبدنية المذهلة خلال المباريات الرسمية، علشان كده بيتنافس عليه أكتر من نادي من الفرق الكبيرة في أفريقيا. اللاعب بيتميز بمميزات عديدة،
أبرزها قدرته على المشاركة في جميع مراكز خط الهجوم تقريبا. بيعتبر مركز رأس الحربة هو المركز الأساسي للاعب، مركز رأس الحربة الصريح اللاعب رقم 9، لكن هو أيضا بيستطيع اللعب في مركزي الجناح الأيسر والجناح الأيمن، وكذلك القيام بدور صانع الألعاب رقم 10 والمهاجم الوهمي. وزي ما قلنا سجل 13 هدف في الدوري الممتاز واحتل بيهم المركز الثاني في قائمة الهدافين. اللاعب بيبلغ طوله 183 سنتي، وبيلبس رقم 40 مع النادي، وشارك في 27 مباراة في الدوري التنزاني مع يانج أفريكانز هذا الموسم. اللاعب متوج بدوري كوبارا التنزاني، لاعب دولي شارك مع منتخب تنزانيا في العديد من المباريات، آخرها كان قدام المغرب في المباراة اللي انتهت بفوز المغرب 2-0، وشارك فيها لمدة 69 دقيقة. كليمنت مازيزي عنصر أساسي في كل من يانج أفريكانز والمنتخب التنزاني بقيادة المدرب حمد سليمان. سجل 19 هدف في 35 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، بالإضافة لتمريرتين حاسمتين، من بينهم 13 في الدوري المحلي و4 في دوري أبطال أفريقيا زي ما قلنا. وهو اللاعب المحلي الوحيد بين أفضل 11 هداف في الدوري التنزاني هذا الموسم، ويأتي في المركز الثاني خلف جان أهوان لاعب سيمبا التنزاني المتصدر بفارق 15 هدف، وبالتساوي مع زميله برنس دوبي نجم يانج أفريكانز ب13 هدف. اللاعب زي ما قلنا سجل 4 أهداف في دوري أبطال أفريقيا بواقع هدفين في الدور التمهيدي وهدفين في مرمى نادي مازيمبي القوي، منهم الهدف الأول كان من تسديدة بعيدة المدى من مسافة أكتر من 30 ياردة. في موسم 2023-2024 في دوري أبطال أفريقيا سجل 3 أهداف في 10 مباريات، 5 منها كان أساسي، ولعب دور كبير مع فريقه في الوصول إلى الكونفدرالية في 2022-2023 بتسجيله 5 أهداف. نادي يانج أفريكانز بيعتمد على كليمنت اعتماد قوي جدا في خط بجوار ستيفان عزيز وكلاتوس تشاما، والفريق في صدارة الدوري التنزاني وبات في طريقه لتحقيق اللقب بتصدره البطولة. التعمق الرقمي في 10 مباريات خاضها اللاعب في دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات، لعب 615 دقيقة، سجل هدفين من 9 تسديدات على المرمى، لكن أهدافه المتوقعة كانت بتبلغ 3.25 هدف، أي أقل من الأهداف اللي سجلها اللاعب صنع 3 فرص فقط لزملائه، وهو رقم ضعيف للغاية، وأتيحت له 5 فرص كبيرة لكنه لم يسجل سوى فرصة واحدة فقط، ولمس الكرة 43 مرة فقط داخل منطقة جزاء الخصم، وبتبلغ قدرته على الفوز بالثنائيات 40% فقط. عدة تقارير ذكرت أن اللاعب التنزاني مراقب من نادي فرنسي دون تسميته، وطبعا زي ما قلنا هناك اهتمام من الوداد المغربي بضمه زي ما قالت صحيفة ذا سيتيزن التنزانية. مدرب الوداد وقتها كان رولاني موكوينا. في بداية الموسم قال ان مازيزي من بين 4 لاعبين يرغب في ضمهم الى الدار البيضاء خلال سوق الانتقالات نظرا لاعجابه الشديد به. رئيس النادي التنزاني هيرسي سعيد قال ان موكوينا اتصل بيه شخصيا في اثناء وجوده مع الفريق في جنوب افريقيا لخوض مباراة ودية ضد تي اس جالاكسي لمناقشة انتقال مازيزي للوداد المغربي.
رئيس النادي قال إن قيمة مزيزي سترتفع بشكل ملحوظ خلال الموسمين المقبلين، وقد تتخطى $1,000,000 أمريكي، لأنه على ثقة كبيرة في تطور اللاعب. اللاعب بيلعب حاليا في المنتخب الوطني التنزاني، وبيمتلك الإمكانات ليصبح نجم تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2027، وإن النادي ملتزم بصقل مهاراته وهو يثبت تقدمه يوميا. في النهاية هسيب لحضراتكم تقولوا رأيكم في الكلام اللي أنا قلته، في أرقام اللاعب، في صفاته ومميزاته. هل اللاعب بالفعل يصلح للزمالك؟ وهل هو صفقة للمستقبل أم لا؟ وإلى اللقاء.